أهلا بكم في حلقة جديدة من معشة المساء نستضيف فيها الصحفي توني بولس ونتحاور عن ملف تشكيل الحكومة وما إن سيكون هناك للبحث تتمة معركة رئاسة الجمهورية التي تقترب مع اقتراب أيلول ومجمل الأوضاع الأمنية الاجتماعية والاقتصادية. هذه الحلقة تستمعون إليها بالصوت عبر 100.5 وبالصوت والصورة عبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon 100.5. أهلا وسهلا فيك استاذ بمعشة المساء. يعني بعد اللقاء الثالث بعد طول انقطاع يلي سادت من بعده أجواء إيجابية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، شدنا اليوم على لقاء رابع بيناتهم. بعبدة دوائر قصر بعبدة نسبت إلى الرئيس ميقاتي حديث بعد الاجتماع أنه هو قال البحث تتم، ولكن مكتب الرئيس ميقاتي حرص أنه يأكد أنه هو ما صرح بولا شيء بعد انتهاء الاجتماع. ليه صار اليوم هيك هيدا الكونفلي بيناتهم؟ وهل قصدت دوائر قصر بعبدة أنه تبث أجواء إيجابية أنه رح يكون في للبحث تتمة؟ يعني هي مش أول مرة منشوف إنه أجواء بعبدة بتحاول تعكس أجواء إيجابية حتى تكب الطابة بالطرف الآخر، طابة التعطيل. علما إنه اليوم إذا ما نكون واقعيين كل الأطراف مسلمة إنه تشكيل الحكومة صار ورا ظهرنا. اليوم معركة رئاسية بامتياز، أما شكل معركة الحكومة أخذ بعد آخر، هي عمليا مقايضة على بعد مرحلة الرئاسة. يعني الوزير جبران باسيل عم بيحاول يعتبر إنه المعركة اللي عم بيخوضها بوجه رئيس ميقاتي هي مش لتشكيل الحكومة، هي بهدف إثبات ويكون له حصة وازنة بالمرحلة اللي جاية، لأنه هيدي الحكومة هي حلة مشكل للكل. الحكومة الحالية من ميلة انه الكل عارف انه ما فيها تغير التوازنات، يعني لازم تتغير التوازنات، بس اذا ما نغيرها ما راح يقبلوا فيها باقي الاطراف. يعني على سبيل المثال وزير جبران باسيل من سابع المستحيلات يتخلى عن وزارة الطاقة ويترك وزير طاقة جديد من فريق سياسي آخر يكشف ويفتح كل الملفات القديمة بهيدي المرحلة. وبالتالي منشوف انه يعني اضبط شيء بالنسبة له يحافظ على هيدي الحكومة بالرغم انه عم يصعد، ولكن التصعيد له علاقة بمعركة الرئاسة تحت عنوان الحكومة. وبالتالي ما بفتكر في جديد بتشكيل الحكومة. يمكن نضلنا نشوف رئيس مئاتي طالع نازل على بعبدة، هذا يقول حق على الرئيس عون والرئيس عون يقول حق على الرئيس مئاتي، وتبادل الاتهامات، وبالتالي ما في أي جديد على مستوى الحكومة. يعني اليوم المعركة رئاسية صارت بامتياز. نحن قدام أشهر أو قدام أسابيع أخيرة من ولاية رئيس عون. هيدي الأسابيع الأخيرة هي يعني التيار الوطني الحر عم بيعتبرها وكأنه معركة من أجل البقاء في السلطة، لأنه خايف أنه من بس ينتهي هذا العهد ينتهي العهد العوني ككل من الدولة اللبنانية. لذلك عم بيجرب يعمل معركة حياة وبقاء في صلب المنظومة السياسية الحاكمة. طبعا رح نحكي عن هالمواضيع بالتفاصيل، ولكن في موضوع الحكومة، هل هذا الشيء يعني أنه التسوية الحكومية لم تنضج بعد؟ لأنه امبارح ذكرت معلومات صحفية أنه سيكون هنالك تسوية بتعديل طفيف، تعديل وزاري، بعد أن دخلت فرنسا على خط التأليف ودفعت باتجاه إنجاز التأليف. هل فعلا تعتقد أنه فرنسا اليوم دخلت على خط تأليف الحكومة وتريد حكومة كاملة الصلاحيات في لبنان؟ هلا فرنسا دخلت على الخط بالأساس حتى يستمر رئيس مئاتي، ودخلت أيضا بعملية تسمية رئيس مئاتي للمرة الثانية، لأنه بتعتبر أنه رئيس مئاتي يجسد المصالح الفرنسية في لبنان وعمل التوازن يلي فرنسا بيناسبها. يعني اليوم فرنسا عم تيجي تطرح انه رئيس وسطي. دائما فرنسا تطرح الحلول الوسطيه لانه بتعتبر انه لبنان لازم يكون عنده استقرار بحد الادنى وعنده مصالح بحد الادنى لفرنسا، وبلاس موضوع علاقتها مع حزب الله يجب ان تكون ثابته. لذلك تسعى تراعي مصالح حزب الله. رئيس مئاتي لعب هذا الدور ونجح فيه، واليوم عم نشوف انه في تنافس بمرفق بيروت. شركات فرنسيه بلشت تستثمر بمرفق بيروت، في صفقات صارت ولو لم يعلن عنها. رئيس مئاتي فرنسا بحاجة له للمرحلة اللي جاية حتى يثبت هالاتفاقات الأولية.
وقدرت نجحت بهذا الموضوع عبر إعادة تكليفه من جديد. هلا إذا بيقدر يشكل حكومة أو ما بيشكل حكومة صار موضوع ثانوي بالنسبة لفرنسا، طالما هو راح يكون موجود وفي حكومة بحد الأدنى قائمة. هلا قضية دستورية أو اكتمال هالحكومة إنه تكون مش حكومة تصريف أعمال هي قضية صار تجاذب بين رئيس مئاتي والرئيس عون، لأنه الرئيس عون عم بيجي يقول إنه أنا ما بسلم صلاحياتي لحكومة تصريف أعمال. عم بيلعبوا على بعض الكلمات بالدستور ويفسروها بالشكل اللي هن بيناسبهم. هلا رئيس عون في استحالة لبقائه بعبدة دقيقة واحدة بعد بنهاية عهده، لأنه ما في أي مرتكز لا دستوري ولا قانوني بيسمح له يبقى. ولكن عم بيجرب يقول أنا مثل ما صار بسيناريو 88 انه الرئيس امين جميل باللحظه الاخيره كلف قائد الجيش بتشكيل حكومه عسكريه بوقتها، وبالتالي اليوم انا كرئيس جمهوريه كون في حكومه تصريف اعمال هيدي بعتبرها حكومه غير شرعيه وبكلف سلطه دستوريه قائمه. طبعا ما راح يكون الجيش هالمره عم بيطلعوا بمجلس القضاء الاعلى، وبالتالي عم بيجربوا يروح الرئيس عون على مشكل بالبلد انه في حكومه مسيحية بتكون برئاسة أو بتكون مرحليا برئاسة مجلس القضاء الأعلى، وبالمقابل في حكومة إسلامية برئاسة نجيب مئاتي. وهون بيكون وصل للمشروع اللي بده إياه إنه نروح على نظام تأسيس جديد، إنه هذا اتفاق الطائف هو تارك كل هالفراغات وبيعطي هالإمكانيات، وبالتالي منروح انطلاقا من هذا الصدام الطائف اللي بصير على نظام تأسيس، يعني نظام تأسيس جديد. هل تحس بينا لبعيد بقاء رئيس عون بعد 31 تشرين بقصر بعبدة؟ هل ممكن أن يودي لهذا السيناريو اللي عم تحكي عنه؟ هو الدينامو والمحرك جبران باسيل. جبران باسيل يعني ما عم بيطلع بالبلد، عم بيطلع بمستقبله السياسي. عم بيطلع شو هو المسار اللي بياخده على يكون أساسي بهالدولة، سواء كان رئيس جمهورية أو أقله يكون شريك أساسي بالدولة. هو إذا بده حكومة حاليا كاملة مش كرمال البلد، بده حكومة تستكمل تعيينات بوظائف الفئة الأولى للمرحلة الجاية تضل مثبت أدوات. يعني على كل حال هو موضوع التجاذب إنه الرئيس عون يطلب 6 وزراء مسيسين في هذه الحكومة. هذا الشيء اللي يمكن عم يرفضه ميقاتي الذي يقترح إنه هو بده يغير وزير الاقتصاد ويغير وزير المهجرين. ما هيدي بدعة عم بيقترعوا انه هلا في حكومة مش بنزيد 6 وزراء دولة. يعني شو بده يعملوا وزراء الدولة؟ اليوم نحن بحاجة لحكومة مصغرة، حكومة تقنية. ولكن هيدا من الاساس عم نرجع نعيد على نفس اللعبه. يعني اليوم اذا جبنا حكومه بهالشكل عم بيطرحها رئيس عون او جبران باسيل هي قضيه محاصصه ما رح تغير شيء بالبلد. بس رح المطلوب اليوم انه نعالج المشكله صارت واضحه، الوصفه وصفوا لنا اياها وعارفين شو المسار. هذا اللي كله رافض يعترف فيه، كل واحد مصر يضل بموقعه ويحصل مكاسب اضافيه. فمن هذا الباب عم ينظروا للحكومة حاليا، ومن هذا الباب عم تضل تفشل هالتسويات. فاللي كنت عم بقوله انه فرنسا اليوم ما بقى عندها اولويه اذا بتتشكل حكومه او ما بتتشكل حكومه، بقدر ما اولويتها بتكون بقاء الرئيس مئاتي يلي هو بالمرحله الجايه رح يكون موجود، وهو رح يكون مؤتمن على المصالح الفرنسيه في لبنان وعلى الاتفاقات مع البزنس الفرنسي اللبناني المشترك بالمرحله الجايه. هيدي النقطه الاساسيه حسمت. الرئيس عون هون عم بيجرب هو يفوت على الخط من يعني مش رئيس عون انما جبران باسيل حتى يكون هو على سكة البزنس وعلى سكة استمرار يعني دوره السياسي. اليوم تمسك فرنسا بميقاتي هو بس من اطار عملين، يعني بزنس اونلي، اطار عملين، بزنس يلي هو المرفق بيروت بشكل رئيسي والشركات الفرنسية وعلاقتها مع حزب الله، لانه بتعتبر فرنسا انه اذا تم الاتفاق النووي الايراني ودخلت اموال لايران، ايران رح تكون سوق كبير. وهي كون فرنسا هي حافظت وهي عندها دور اساسي بالاتفاق النووي الايراني، هي بتفوق على السوق الايراني يعني كدوله عظمى، وبتستثمر باستثمارات كبيره وبأمن لها مكاسب. فالفرنسيين عم بيطلعوا بمصلحتهم اخر شيء بهذا الموضوع، ما بيطلعوا بمصلحتنا نحن. للاسف بدل ما نشوف مصلحتنا وين ونعمل تقاطعات مصلحيه مع الدول الكبرى، عم نطلع نحن نكون ادوات ننفذ هذه المشاريع بدون ما يكون لنا
أي دور فيها. على كل حال، على سيرة البزنس اليوم، يعني المشكل بين ميقاتي والوزير شرف الدين يلي طارح انه يغيروا بالحكومة اذا عملت، هو انه اتهموا بشكل علني وزير المهاجرين انه الرئيس ميقاتي لا يريد اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لانه عم بيجرب هو يراضي الدول الخارجية اللي هي بهمها انه يبقوا بلبنان، لانه شغله هو مع هذه الدول. يعني شو رأيك بهذا الاتهام؟ برأيي أنا أصلا هذه الخطة من أساس فاشلة وساقطة. يعني لبنان مش هو بقرر وحده إذا بده يرد اللاجئين السوريين أو ما يردهم. هيدي قضية دولية كتير كبيرة. موضوع رد عودة اللاجئين السوريين إلى معايير أساسية. يعني اليوم قد ما خط خطة، أول شيء بدي أجي أقول لهم بده ينسحب حزب الله من مناطق هؤلاء السوريين يلي محتللهم أرضهم. طيب ما 45% من اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية هن من القصير ومن القلمون ومن الزبداني ومن القرى المحاذية للحدود اللبنانية. هيدا كيف بده يرجع على بيته وعلى أرضه وإذا حزب الله محول له منطقته لمكان للتهريب، مستودع أسلحة، زراعة حشيش وكبتاجون، وحد عمل له مراكز لتخزين القذائف والصواريخ؟ هي ما في يرجع على بيته. فما في يجي يعمل خطة لرجع لاجئين سوريين قبل ما يقول لحزب الله تفضل انسحب من المناطق المحتلة. وتاني شيء يكون في رعاية أممية إنه هؤلاء اللاجئين اللي بده يرجعوا ما يقتلوا النظام السوري ويعتقلهم. فهيدي هي المسار. العملية كلها اللي عم يعملوه هذا الصراع تنغطي على دور حزب الله بالموضوع. اليوم عدم رجعة عودة اللاجئين السوريين ما بدها خطة. بمجرد ما ينسحب حزب الله من سوريا هن تلقائيا بيرجعوا على أراضيهم. ما بفتكر في لاجئ سوري قاعد مبسوط بالخيمة بأرسال أو بغير منطقة وبالظروف الصعبة اللي عايشها، يلي بطل فيه مساعدات دولية كافية ولا غذاء ولا أدوية. ما بتصور يعني الأمر متوقف على انسحاب حزب الله، وعندهم أرزاقهم وعندهم حياتهم اللي كانوا فيها ممنوع يرجعوا عليها. طب كيف بدي طالب لاجئ أنا وأنا حزب من بلدي هو المحتل؟ فإذا في خطة يتفضل رئيس عون ووزير شرف الدين يطلب من حزب الله الانسحاب وتسليم هيدا الناس بيوتها. هود البيوت اللاجئين السوريين بأراضيهم بسوريا فيها عائلات لبنانية شغلتها. الناس فرين من العدالة من لبنان موجودين فيها. في عنا ناس عم بيشتغلوا بالتجارات المختلفة والتهريب موجودين بهذه البيوت السوريين. طيب أنا كيف بدي رده إذا ما حكيت أول شيء بإمكانية عودته على منزله؟ فالخطة بالأساس عوجة، والخطة بالأساس هي عمليا بس دعائية حتى يقول رئيس عون أنا عملت شيء بعهدي بهذا الاتجاه قبل. يعني عم بنبش على نقاط يسجلها بعهده الرئيس عون، ولكن عم بيسجلها بطريقة يخبي على السبب الرئيسي لعدم عودة اللاجئين السوريين. فهيدي هي المشكلة الأساسية. الدول العالم كله عم بتقول ما عندهاش مشكلة يرجع. إذا إجا لاجئ سوري بده يرجع على بيته ويعيش من رزقه ويعيش بكرامته. ما بفتكر يعني الوضع اللي عايش فيه بلبنان هو أنسب أو مريح أو هالقد في رفاهية حتى يفاضل بين الاثنين. بالعودة إلى ملف الحكومة اليوم، عدم الجدية بالتأليف. رجعنا نسمع أجواء من التيار الوطني الحر عن أجواء سمعناها قبل على أيام الحريري، إنه نحن بدنا نرجع نفكر بكيفية سحب التكليف من ميقاتي لإعادة، يعني إنه نرجع نعمل إجراء للانتخابات للاستشارات النيابية ونرجع نكلف رئيس جديد يعمل حكومة. يعني شو فينا اليوم؟ هذا مثل ما قلت هذا الطرح طرح من قبل ولكن سقط. ليش اليوم التيار الوطني الحر عم بعيد برمجة طروحات جربها قبل وما نجحت؟ طيار الوطن الحر عم بيتخبط، ما عنده مشروع. طيار هو عم بيتخبط فاشل جدا، ما عنده أي مشروع ناجح وعنده رؤية مستقبلية. فعم بيجرب يتخبط بعض الصراعات العالمية. اليوم إذا بده يعمل شيء إيجابي التيار الوطن الحر عليه يعمل خلوة، يرجع يعيد سيناريو والشريط الأحداث اللي صار من بداية مشاركته بالسلطة بال2009 لغاية اليوم مع نهاية عهد ميشيل عون. وبالتالي لازم يرجع يركب منظومته الداخلية والتصور الاستراتيجي على هذا الأساس. اليوم تيار الوطن الحر كان أكتر تيار عم يرفع حقوق المسيحيين. اجا رفع هذا الشعار واستقتل من تحت هذا الشعار واخذ ثقة المسيحيين انطلاقا انه والله اجا مين ينقذ المسيحيين ويرد لهم حقوقهم. طيب خلينا نشوف هذا الشعار شو عمل فيه تيار الوطن الحر. بعهد تيار الوطن الحر المسيحيين هجرة غير مسبوقة للخارج، الشركات المسيحية معظمها سكرت،
تم إقرار قانون الموضوع الملكية التجارية أو الوكالات الحصرية ألغي، وواضح ليش ألغي دون أن يكون خطة. انتبه، موضوع الوكالات الحصرية اللي تم إلغائها، ومعروف أنه معظم الشركات والمؤسسات هي بإيد المسيحيين أو السنة، تم إلغائه لإدخال شركاء آخرين. طيب اليوم إذا أنت مش عامل منظومة تهريب لتمنع كيف التهريب، هذا القانون يشجع التهريب. هذا القانون بيخلي اي مستورد يجيب بده اياه عبر التهريب بيبيعه بالسوق اللبناني بدون ما يكون في اي قانون يحاسبه. وبالتالي هيدا عم نحكي عن حقوق المسيحيين بهذا الشكل بهذه الطريقه. طيب رئاسه الجمهوريه اليوم بيجي بيقول رئاسه الجمهوريه ما عندها صلاحيات، علما انه اذا نطلع بالانظمه البرلمانيه بكل دول العالم، الرئيس اللبناني عنده اكثر صلاحيات بين كل الانظمه البرلمانيه بالعالم. ولذلك شو هن ما كثير يعني واضحين او هو شريك اساسي بالدوله. اولا الرئيس اللبناني بيقدر يرد على المجلس النيابي اي قانون ويمنع اصداره، وبالتالي بحاجه تشريع من جديد. بيقدر يرد اي مرسوم صدر عن الحكومه، بيقدر يعلق جلسات مجلس النيابي لمده 30 يوم، بيقدر ما بتتشكل حكومه الا بارادته، لانه هو بده يوقع على المرسوم نهائي والا ما بتشكل حكومه. هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، هو يرأس مجلس اعلى للدفاع. فاذا القرارات العسكريه والامنيه واقفال الحدود وابرام المعاهدات الدوليه كلها بيد رئيس الجمهوريه. هيدي الصلاحيات منا قليله. طيب شو مارس منا الرئيس عون هيدي الصلاحيات؟ تنازل عن الصلاحيات السياديه كلها سوا لمصلحه حليفه حسن نصر الله. بالمقابل تنازل عن الصلاحيات الإصلاحية لمصلحة الفساد والمحاصصة. وبالتالي وقت بده يحكوا عن عدم وجود صلاحيات، هي فعليا عدم ممارسة الصلاحيات بالشكل الصحيح، إنما التنازل من أجل مصالح ومكاسب معينة. هيدي بنكون نحن ضربنا مصلحة المسيحيين. اليوم وزير جبران باسيل وقت اللي عم بيحكي عن، وحكيها أكثر من مرة بالإعلام، إنه والله هو مش متمسك بنظام الطائف ومستعد يروح على نظام جديد. وين المشكلة؟ يصير في مداورة. الوزير جبران باسيل عم بيمهد طريق اللي فتحه حسن نصر الله بخطابه الأخير، اللي هو تغيير الدستور اللبناني، يلي بيقول إنه الشيعة لازم يدخلوا على السلطة بشكل أوسع، ولازم يكون عندهم نائب رئيس للجمهورية شيعي وعنده صلاحيات، مش نائب رئيس بس شكله نائب رئيس للجمهورية. نعم، ويكون عنده صلاحيات، يعني جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية بتنتقل لعند نائب الرئيس. يكون حاكم مصرف لبنان شيعي، ويكون عنا قائد للجيش شيعي. وبالتالي حزب الله عم بيجي يقول أنا بدي سيطر على الدولة. الوزير جبران بس عم بيقول له ما عندك مشكلة، سيطر على الدولة بس في شرط، بدك تجيبني رئيس جمهورية، انه خدها كلها سوا الدولة. بس يعني هيدي المطالب اللي بده يفرضها اذا وصلنا نحن لمؤتمر التأسيس. هيدي المطالب اللي بده اياها حزب الله، قائد جيش شيعي، نائب رئيس للجمهورية الشيعي. يعني طبعا برجع بقول لك ببداية بداية حزب الله كان في حديث لأمين عام حسن نصر الله بيقول فيه أولا مشروعنا في لبنان هو الجمهورية الإسلامية والتابعة لصاحب الزمان والمكان الولي الفقيه في إيران. هيدي واحدة. بيحكي عن أنه بلاد كسروان وجبيل هي بلاد المسلمين وأتاها المسيحيين أو المسيحيون غزاة. هيدا هو قاله. هلا بيرجع نفق بعدين قال تغيرت الحياة ونحن ما بدنا نمشي بهالموضوع، ولكن راقبي عم بينفذ كل شيء بحذافيره. اليوم حسن نصر الله نصب نفسه مرشد أعلى للجمهورية اللبنانية، وحول لبنان لنموذج عن النظام الإيراني اللي فيه الازدواجية بكل شيء، ازدواجية جيش، ازدواجية سلطة. يعني في عنا بإيران رئيس بس في مرشد أعلى، في عنا باسيج وفي عنا جيش وفي عنا حرس ثوري وفي عنا قوى أمن داخلي وفي عندي كل هول. حتى وصل لمطرح غير موضوع السياحة في لبنان. عم بيجي حيعملنا مليتا، وهلا عم بيعمل مكان اخر كمان لا يسميه السياحه الجهاديه، وبحول لبنان لشيء اسمه سياحه جهاديه ما بنعرفها بلبنان. يعني بنعرف انه المغترب او اي شخص بده يزور لبنان بيجي تيزور الثلج بالشتاء، بيجي تيزور يشوف السهر، يشوف طبيعه لبنان، يعيش حياه اللبنانيه اللي بنعرفها، فن لبنان وغيره. يعني تحمل هذه السياحة الجهادية اليوم اللي عم يفرضها حسن نصر الله تحمل معاني أكثر من ما تحمل معاني تطبيق اللي قاله بسنة 82. وبرجع لك بالشق اللي حكي عن إنه المسيحيين إجوا على كسروان وجبال غزاة. شوف شو عم بصير بلاسا وبالعقورة وبشراء الأراضي وبالتغيير الديموغرافي. اليوم في عملية شراء الأراضي ممنهجة بكسروان وجبال، وفي إصرار على ضرب حق البطريقية المارونية بأراضي لاسا والعقورة وبالجرود هناك، وفي وجود عسكري لحزب الله فيها. طيب هذا كله ليه؟ لأنه هو بيعتبر هاي منطقة
بيعتبرها تاريخيا لإله. اليوم شفنا أن بالسابق قد ما مارس التقية حسن نصر الله وحزب الله، هو بالآخر عم بيرجع لخطاب 82 ذاته لأدبيات إلغاء جو لبنان وصورة لبنان وتحويلها على صورة ولي الفقيه في إيران، ويصير لبنان جزيرة خامنئية تابعة لهالولايات الفقيه. الوزير جبران باسيل بنرجع لهون للموضوع انه يلي كان عم بيحكي عن حقوق المسيحيين وعن لبنان القوي حسب الاسم اللي طرحينه، عم نشوف انه كان هو بوابة الدخول لولاية فقيه إيرانية في لبنان، وهو فرش السجادة الحمراء قدام هذا المشروع الإيراني تمتد ويتوسع في لبنان. لذلك اليوم أنا برأيي بس تخلص ولاية رئيس عام، هذه الولاية مش لازم نطويها. هالولاية لازم يكون فيها محاكمات، ولازم يكون فيها ناس بالسجون لما ارتكبوه بحق اللبنانيين والشعب اللبناني. من سيحاكم من؟ لأنه بس يصير في عنا بداية يعني أو بناء لدولة صحيحة ومؤسسات قضائية. بطبيعة الحال كل من ارتكب أخطاء وارتكب يعني مرتكب في لبنان هي يجب أن يحاكم فيه يحاكم. المشكلة اليوم إنه القضاء يهدد، القضاء يمنع، والقضاء جزء من عملية الفساد لأنه ما في عنا استقلالية للقضاء. بنجي بنعين قضاة وعم نشوف كيف عم بتصير هذا المرفق. عم نشوف هلا الجسم القضائي ينهار واعتكاف القضاة المستمر، يعني هذا كمان ينذر بسيناريو أسوأ، انه نحن اليوم رح نفتقر لأدنى درجات دولة القانون والمحاسبة من خلال القضاء. طبعا نحن اليوم ما عايشين بهذه الدولة، ما عايشين دولة قانون ولا مؤسسات ولا شيء. وقت القاضي جوعان صار بيرتشي، صار بدش حقه الحكم $2000 بتشتحكي منه. العسكري إذا بده يكفي الوضع هيك بصفي على الحاجز بتعطيه مبلغ ترشي بهرب. بتصير وقت تفرض مؤسسات دولة صرت انت بتعتمدي مؤسسات دولة لعملية تزوير ولا تشرعن الأعمال الغير شرعية. لذلك نحن بخطر كبير، نحن بخطر كياني وبخطر وجودي. وهذا الخطر وهذا اللي وصلنا له نحن اليوم أنا برأيي منه وليدة صدفة. هذا عمل ممنهج صار عم ينشغل سنوات. يعني دور حزب الله في لبنان هو الوصول لهذه اللحظة. لهيك نحن هلا هو بيستفيد من انه المؤسسات بلبنان تنعدم، انه ما يعود في ادنى مقومات انه نسمي هذا البلد بلد. طبعا هو ليش من الاساس ليش عمل جيش تنظيم عسكري له، وعامل نظام صحي واستشفائي له، عامل نظام مالي له، عامل نظام سياحي له، ونظام ديني ونظام فكري وايديولوجي. كل شيء يتناقض كليا مع فكرة الدولة. هاي الدولتين ما بتعيشوا مع بعض، واحدة بقى تسقط. بطبيعة الحال هو بده إياها تسقط الدولة الشرعية، وهذا اللي عم ينجح له. بالمقابل للأسف الآخرين المعارضين يلي هن الأكترية بلبنان ولكن ما عندهم مشروع. الإشكالية هي بعملية المشروع، هي عملية عدم يعني الهيكل يعني الارتخاء أمام السلطة. بس يجي حزب الله يقول له بقدم لك مشروع سلطة، بقدم لك رئاسة، دغري بيجي مستعد يتنازل ويبيع كل شيء. وهون يعني كمان بدي أشير لنقطة معلومة. هي من عدة أشهر بيجي وفد فرنسي بيزور بيلتقي الدكتور سمير جعجع، بيعرض عليه انه يجي هو رئيس جمهورية مقابل انه خلينا نفتح عمليا تغيير النظام في لبنان ونغض النظر 6 سنوات عن سلاح حزب الله ونربطه بالموضوع الإقليمي. الدكتور جعجع بيرفض هذا الموضوع وبيطلب انه انا ماني مرشح للرئاسة ومش هدفي اوصل لكرسي برئاسة الجمهورية، بس يكون شكلي واتخاذل على اللبنانيين والمسيحيين تحديدا. فهيدي نقطة كتير كبيرة وبتفرجيك انه في بالبلد في رجال، مش كل الناس راكضة ولا السلطة وراكضة ولا الكرسي مثل آخرين. في ناس أنا أعطيت مثل، في أكيد آخرين كمان بيرفضوا يكونوا بموقع رئاسة الجمهورية بس حتى يكونوا بموقع رئيس الجمهورية. بس بالمقابل عم نشوف عم بيجوا هلأ حزب الله كونه عارف حاله الظروف ما بتوصل لا جبران باسيل ولا سليمان الفرنجية، عم بيجي يحط لنا رؤساء وسطيين بسميهم، بس هن 3/4 عند حزب الله،
يجي يسميهم رؤساء خلينا نحكي نقطة نقطة. أولا بسيناريو بقاء الرئيس عون بقصر بعبدة بعد 31 تشرين الأول اللي حضرتك حكيت عنه من شوي، يتم الترويج، يعني أول شيء بلشت فكرة انعرضت، ولكن عم نلاحظ أنه يتم الترويج لهذا السيناريو وينعمل له بروباغندا بشكل ممنهج. هل فعلا يعني فريق رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر عم بحضر لهيك سيناريو اليوم، علما أنه المادة 62 من الدستور ما حددت أنه صلاحيات رئاسة الجمهورية ستناط إلى حكومة كاملة الصلاحيات أو حكومة تصريف أعمال؟ شو هن الفتاوى الدستورية اللي عم بحضروها؟ يعني أول شيء الواضح واللي ما فيهم يغيروه إنه تنتهي ولاية رئيس جمهورية فور انتهاء ولايته، وبالتالي هو وجوده ببعبدة يصبح احتلال لبعبدة، وبإمكان رئيس الحكومة او وزير الداخليه يرسل شرطيا الى قصر بعبدة ياخذوا الرئيس ويظهروه برات بعبدة. يعني هالقد حجمها القانوني للقضيه، لانه يعني اليوم شو بيستفيد الرئيس عون اذا بقى بقصر بعبدة وكان في معارضه شعبيه ودوليه؟ هو هلا بولايته بالكاد قاعد بقصر بعبدة، وهو بولايته الناس كلها ضده وانجا قاعد بقصر بعبدة، كيف بده يبقى برات ولايته؟ وبالتالي ما راح يقدر يبقى بقصر بعبدة. هي اليوم عم بيطلع رئيس عون حتى يأمن مكاسب لفريقه السياسي اللي ما بعد الرئاسة. لذلك عم بيجي يعني نحطوا عدة سيناريوهات، انه هل منروح على تشكيل حكومة عسكرية؟ هذا السيناريو منه ناجح، لانه بيعرفوا العماد جوزيف عون منه بخيارهم السياسي، وبالتالي هذا منافس للوزير جبران باسيل هلا والمرحلة الجاية، فتنزيح هذا الخيار على جنب، وخاصة انه قائد الجيش عنده علاقات عربية ودولية طبعا. وقبول حتى شعبيا في قبول له لترأس الجمهورية. بالمقابل عم بيطلعوا بالسلطة الدستورية، عم بيقولوا طيب بركي بنعمل مرسوم منكلف مجلس الأعلى أو القضاء، مجلس القضاء الأعلى بقيادة مرحلة انتقالية أو تشكيل حكومة انتقالية. هيدا سيناريو عم يندرس بشكل جدي، وعم بيشوفوا إمكانياته إذا ممكن قابل للتطبيق. ومثل ما حكيت هذا السيناريو بيترك المجال لهي الازدواجية بالسلطة، باين بصير في عنا موقع ماروني وبشكل اعتراف من يمكن من بيئة مسيحية معينة، بمقابل رئيس المئاتي يلي ما رح يتنازلوا لا السنة ولا حتى حزب الله عن الاعتراف فيه كحكومة شرعية. وصلنا عنا قدام شرعيتين موجودين وانقسام بالبلد. هيدي هي اللي بيخوف انه يكون هذا تمهيد لتطيير اتفاق الطائف وللاتيان بنظام سياسي جديد. الفكرة تغيير النظام منه تمسكا باتفاق الطائف، ولا اتفاق الطائف هو أهم، يعني صار بحاجة أصلا لتطوير، ولكن بهالظروف وبهالشكل هذا الموضوع بيخدنا على النظام بده يحزب الله يلي هو نظام المثالثة بهذا الشكل، وبيعطي إمكانية أيضا بتسوية سياسية معينة. وخاصة عم نشوف في عنا قضية ترسيم الحدود، وعنا كثير قضايا بتهم المجتمع الدولي بتخدنا على اتفاقيات ممكن بيعتبر حاله جبران باسيل من خلال بكنيجي رئيس جمهورية، أو أقله بيحافظ على الشكل أو جزء من السلطة اللي هو ماسكه، يعني وزارة الطاقة ووزارات أخرى أو 3-4 وزارات حيوية بتضل معه حتى أجل غير مسمى أو بالمرحلة الرئاسية المقبلة. سؤالي هون إذا وصلنا لهذا السيناريو، هل يمكن استمالة الصرح البطريركي بهذا الموضوع؟ يعني هيدا كان هدف زيارة جبران باسيل للديمان، إنه إذا وصلنا لهدول السيناريو اللي عم تحكي عنه، هالمواجهة اللي عم تحكي عنها، برأيي البطرك حسم خياره أنه عمليا ضد تغيير النظام بالمرحلة الحالية ومع تداول السلطة وانتخاب بشكل طبيعي بالمجلس النيابي، وهو مع مبدأ الحياد. وإذا بده يصير في عمليا أي توجه لتعديل أو تطوير معين، هذا بيصير برعاية دولية. جينا حكي عن مؤتمر دولي من أجل لبنان. المؤتمر الدولي يعني بيعمل توازنات جديدة وبيكفل انه يكون في مشاركة، مش يكون في مؤتمر على شكل الدوحة يعني يختزل العملية السياسية ويوجهها بتوجه معين. مؤتمر دولي اللي عم بيحكي عنه البطرك هو مختلف تماما، فلذلك بهذا الإطار ممكن تفتح تسوية سياسية بالبلاد، ولكن غير هذا الموضوع أكيد بالنسبة للبطرك يعني مرفوض كليا. ولو حاول جبران باسيل هذا الموضوع أو اشتغل على الوتر الطائفي إنه خلينا نجيب يعني خلينا رئيس مئاتي سني ومسلم، خلينا نحافظ على حقوق المسيحيين بهاللحظة من خلال الاتيان بشخص آخر أو تحويل الصلاحيات لمؤسسة دستورية أخرى.
بمعركة الرئاسة يعني أيلول يقترب ورح نفوت بالمهلة الزمنية التي يمكن فيها الدعوة إلى جلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. هل برأيك بلورت الصورة ولا بعدها غامضة؟ يعني حزب الله لم يفتح هذه المعركة بعد وما أعلن عن اسم مرشح ولا بالسر ولا بالعلن. ليش؟ يعني بيعرف حزب الله كيف بيشتغل بالعملية السياسية وبيعرف انه كيف يمرق المساجات من تحت الطاولة. هلا هو بالعلن عم بيقول في مرشحين اساسيين له، هن جبران باسيل وسليمان فرنجي. بعده عم بجرب يعبد الطريق امام جبران باسيل. وهذا بالعلن الموضوع، ولكن بيعرف انه في استحالة. بيعرف انه وزير جبران باسيل هو وزير عليه عقوبات امريكية، وبالتالي ما في يعني لبنان يروح عزلة اكبر بتضر حتى حزب الله، فبالتالي ما راح يمشي فيه. ايضا بموضوع الوزير سليمان فرنجي ما راح يمشي فيه لاسباب عديده، منها اولا علاقه سليمان فرنجي بالنظام السوري. يعني بالرغم كل هذا المحور في بيبقى رئيس الجمهوريه، يعني الايرانيين بيطلعوا بدهم رئيس ايراني الهوى ويكون كامل اقرب لهم منا السوريين. يعني ميشيل عون كان هذا الرئيس يلي امن هالمصالح الايرانيه في لبنان ومدى بالقضايا الاستراتيجيه اللي بتهم ايران خلال المرحله الماضيه. اختلفوا حزب الله كم ملف داخلي له علاقه بالمحاصصه، بس ما قرب على شيء. لا على بيطلع طيران برات الحدود، بيجي برات الحدود بيبعت مقاتلين، بيجيب صواريخ، بيطلع صواريخ، بيطلع بيان. هذا كله كان مغطي لبل يعني راح في اكثر معطل الايرانيين بدهم. يعني طلع بمحافل دوليه او حتى بالفاتيكان قال لهم انه سلاح حزب الله يحمي المسيحيين، وطلع قال انه الجيش اللبناني بعده قاصر، ما ماش قادر بعد يدافع عن نفسه، وبالتالي نحن بحاجه لحزب الله حتى يدعم الجيش اللبناني، وكانه الجيش كتيبه صغيره مثل كتيبه الرضوان عن حزب الله. فهذا كله هذا الايرانيين بدهم اياه، بدهم رئيس بهذا الشكل. هن كانوا بفضلوا وزير جبران باسيل بس ما فيهم يوصلوا، كمان سليمان فرنجي ما فيهم يوصلوا لهذا البعد. حزب الله اليوم عم بيجي يتفق، وخاصة قنواته مع فرنسا مفتوحة، انه تعالوا نجيب رئيس بنسميه وسطي، نطرح رئيس وسطي، ولكن هو فعليا وين بيكون على 8 اذار، بيكون طبع مسبقة مع حزب الله، اتفقوا وياه في عندك خطوط حمراء بهالست سنين ممنوع تتخطاها، بتشتغل تحت هذا الهامش حركتك، اهلا وسهلا فيك، منجيبك رئيس جمهورية. وعم بيحكي بشخصيات يعني جدا يعني ما بتعبي موقع الرئاسة، طرح أكثر من اسم وتم تداول أكثر من اسم، وبالتالي هذا الموضوع يعني حزب الله عم بيشتغل على ملف الرئاسة، وهو أول من فتح ملف الرئاسة بالإفطار اللي دعا فيه سليمان فرنجية وجبران باسيل، لأنه كان وقت اللقاء هالمصالحة مش بس عملية انتخابات نيابية، كان المرحلة المقبلة وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية. بالجهة المقابلة عم بيستعد من يعارض حزب الله وحلفائه أي النواب السياديين، بعض النواب التغييرين والشخصيات المستقلة. شو رأيك بهالاستعدادات؟ هل من الممكن أن تفضي إلى أي نتيجة ملموسة؟ الشعب اللبناني انتخب 67 نائب معارض لحزب الله، بس هال 67 نائب بتوجهات مختلفة بيشبهوا الشعب اللبناني وتعدديته وديمقراطية، ما بيجوا بلوك واحد. الإشكالية صارت المسؤولية اليوم عن هال 67 نائب. هال 67 نائب بجزء منهم يلي هو السيادة، عم نحكي عن القوات اللبنانية، عن حزب الكتائب اللبنانية، عم نحكي عن شخصيات سياسية ونواب سياديين. تقريبا صار في لقاء بين بعضهم وقربوا كتير ما يكون عندهم خطاب موحد وتوجه واحد لموضوع مقاربة رئاسة الجمهورية. المشكلة هي مطرحين عن بعض التغييريين، يعني الكتلة 13 في 7 منا ثابتين، وهن يعني إذا ما مشوا الباقيين معهم مستعدين يتركوا الكتلة وينضموا للفكر السياديين. والإشكالية الثانية هي عند بعض المستقلين، ولا سيما بعض اللي هن قريبين من جو تيار المستقبل، يلي عم بيطلع رئيس الحريري كيف بده يستفيد، كيف بده يلعب لعبة تعيده إلى المشهد السياسي من خلالهم. وبالتالي هون الإشكالية اللي وقعين فيها. هذا اللي عم يمنع 67 يكونوا 67، عم بيخليهم يكونوا أقل. يعني شرحتها بطريقة واضحة، لأنه على طول في التباس إنه هال 67 نايمة منشوفهم
يعني متفقين على الآراء ذاتها. يعني شفنا النواب اللي حضرتك قلت انه تقريبا صاروا متفقين، عم نشوف لقاءات عم بتصير بالمجلس النيابي وعم بيقولوا انه قريبا بس نصير بأيلول رح نطرح اسم مرشحنا. ولكن كمان شفنا مبادرة تانية عن كتلة نواب التغيير، قالوا انه نحن عنا مبادرة خاصة فينا وكمان بس يجي أيلول رح نطرحها. هل هذا الشيء رح يرجعنا للتشتت؟ يعني هي المسؤوليه هون على كتله نواب التغيير. هود 13 نايب يلي هن انتخبوا صح لانهم هن تغييريين وجداد وغيره، ولكن انتخبوا لانهم ضد حزب الله كمان. ما بدهم ينسوا هيدي المعادله ليش نستخبون. فما فيهم يجوا يقولوا مثل ما بيقول النائب منيمني انه والله سلاح خليه على جنب، او مثل ما بتقول النائب حليمه كعكور انه هودي سلاح وخبار. شو بدنا فيهم؟ نحن هلا اهمنا الموضوع الغذائي والادويه والقضايا الاقتصاديه نعالجها. عم بيجربوا يخبوا انه المشكله بلبنان هي سياسيه بامتياز ونتائجها هي اقتصاديه، وبالتالي انت ما فيك تجي تعالج النتيجه طالما السبب بعده قائم. هذا هروب للامام. اذا بيضلوا سياسه الهروب للامام هم اما عملاء عند حزب الله في المعارضه، يعني في يسميهم ساعتها سرايا المقاومه في قوى المعارضة وفي كتلة التغيير. لهالدرجة؟ طبعا وقت عم بيجي يلعب هذا الدور، هذا له دور السرايا المقاومة توكل له، وخاصة عبر نواب السنة. يعني السرايا المقاومة هي تنظيم تابع لحزب الله يتغلغل في البيئة السنية. هذا يمكن يبدو انه جاب نواب حليمة كعكور، منيمني، ما بعرف اذا بين نايب ثالث او رابع. هودي عم بيجربوا يفركشوا بحيالله طريقة الوحدة 67. وهون علامة يعني تعجب كتير كبير ليش عم بيسعوا حتى يمنعوا التقاء هذا الموضوع أو اللقاء. هون البعض يعني تفسيريا هن بيرجعوا لما يسمى اليسار الغوغائي. هذا اليسار اللي ما بيشبه اليسار أصلا. هن عم بيعللوا انه هن مش شايفين اي بعد نقاط اساسيه او واضحه للنقاش حولها، انه بس تجوا تحطوا لنا برنامج اساسي نحن نقعد ونتناقش حوله وبنجي، بس طالما انتم ما عندكم بعد عناوين واضحه ليش بدنا نفوت هيدي شو بدهم اكبر من عنوان انتخاب رئيس للجمهوريه يلي بيعمل تحول الاساسي بالبلد؟ هذا اكبر عنوان. شو في عنوان اكبر من هيك؟ وخاصة من بعد ما شفنا الفشل اللي صار من انتخاب نائب رئيس للمجلس النيابي للجان لا تكليف تسمية رئيس حكومة. بعد ما شفتوا كل هذا الفشل جايين تطرحوا شو عنوان؟ اولا الفشل هو عنوان لحتى توحدوا مع بعض. ثانيا عندك استحقاق رئيس الجمهورية ما فيك تفوت عليه مثل ما فوت على باقي الاستحقاقات. هيدي وحدة كافية. بس التذرع بغير ذرائع هي عملية محاولة افشال هذا الاجماع، محاولة افشال ال 67 يكونوا 67 بالمجلس النيابي. عم يجربوا يشرزمون، ومشان هيك عم بسميهم سراي مقاومة داخل مزروعين داخل كتلة التغيير وداخل المعارضة، وغشوا الرأي العام. وهود الرأي العام لازم يحسبهم بالمرحلة الجاية، لأنه انتخبوا على أساس أنه هن قوة معارضة راحوا صاروا بقوة. بس يعني حضرتك هيك جزمت الموضوع، جزمت انه هن ما رح موقفهم رح يضل هيك لهلا السلوك. يعني اللي عبينا على 13 يكونوا الى جانب باقي التكتلات عم تتكون هود 3 نواب. يعني في 3 نواب، في نائبين منهم هن حليمة كعكور وهن النائب منيمني. مين النائب الثالث؟ النائب الثالث لأسباب مختلفة نائب بولا يعقوبيان. مش لأسباب، لأنه النائب بولا يعقوبيان عندها مقاربة وحابة هي تكون هي يعني عملية قيادة هذا المجموعة ويكون عندها حيثية مختلفة. وهذا الموضوع اليوم مش وقته. يعني الوقت نشتغل على الوحدة، مش مهم مين بيكون القائد، المهم يكون في مجموعة. لأنه بآخر شيء إذا بينا متراحين لا رح يكون في نايب ولا قائد ولا عنصر، كله يبطل موجود. فخلينا نشوف هيك أوسع الصورة بشموليتها، وتكون هيدا اللي لازم ينراح عليه. وهذا دور التغيير. قوة التغيير يمكن ما عرف مش فاهمين حالهم غلط ليش اجوا تغيروا. شو ما اجوا تغيروا هذا الواقع، اجوا تغيروا الهيمنة على الدولة، واجوا تغيروا هذه المنظومة يلي مسيطرة ويلي هي متسببة اللي بده شيء. مش اجوا تغيروا يجي يطرح بعد واحد ولا مشروع سكة حديد ويطرح من ميل تاني مشروع، ولا متى نعمل كيف بدنا نجيب مشروع تاني من هون او مي او كذا. هودي النتائج. ما انت اذا فيش عندك دوله هو مش هيكونوا موجودين. شو رايك بالسفيره السابقه تريسي شمعون؟ اليوم يحكى انه هي ناويه تقدم ترشيحها، معقول يصير عندنا توافق بين القوى المعارضه على هذه الشخصيه؟ يعني السفيره تريسي شمعون من الشخصيات المعارضه وما منا من منظومه الفساد، بس حتى نجي نقول انه هي تكون مرشحه
اللي برشحها يفترض هن هيدا ال 67 عم نحكي عنه. يعني اليوم انا برأيي مش لازم شخص يطرح نفسه كمرشح، لازم هال 67 من بعد ما يتفقوا نحن حطينا هالمعايير بدنا هيدا رئيس جمهورية، يتم يصير في ترشيح اكثر من شخص داخلهم، ويصير في توافق بين بعضهم على اكثر من شخص، في كذا شخص مؤهل انه عنده هالمواصفات، ويصير في اتفاق. اذا تريسي شمعون بتجيب 67 نائب بيتوافقوا عليها، ليش لا؟ اهلا وسهلا فيها. واذا غيرها بجيب هال 67 فليكن، المهم يكون توافقي ضمن ال 67، مش توافقي مع حزب الله. هيدا اهم شغله، لانه التوافق مع حزب الله يعني بقينا بالمسار ذاته مددنا المأساة اللي عايشينها 6 سنين جايين، وربما اكثر، لانه ما بقى في فرص حتى نرجع نقوم بعد 6 سنين من انهيار متواصل، وبتكون كارثة حلت على الجميع. يعني اليوم وجود مشروعين متناقضين بموضوع معركة رئاسة الجمهورية، هل رح يحول المعركة إلى معركة استراتيجية بامتياز؟ يعني يجعل أنه قدوم رئيس توافقي أمر مستحيل؟ دائما التوافقيين هن شخصيات اما بيكذبوا على الكل، اما بيجوا مساومين على الكل. يعني بيجي رئيس جمهورية خزمتشي بيشتغل عند هاي وبده يسير هداك، وهذا عنده حصة فيه، وهداك عنده شريك بوصوله، وبالتالي ما رح منه رئيس جمهورية. يعني حنضلنا بقصة رئاسات رؤساء للجمهوريات ما فيهم يمارسوا صلاحياتهم. ما عم نقول انه رئيس الجمهورية عنده صلاحيات هائلة، ما حدا يتزرع انه ما في عنده صلاحيات، في صلاحيات كتيرة، بس المشكلة من يستخدم هذه الصلاحيات. وقت ما نجيب رئيس لو بدنا نعطيه صلاحيات البلد كلها سوا ما راح يقدر يحكم، راح يصير ابو ملحم راعي صلح. طب ما عم بيجي يطرحوا كمان فريق حزب الله، عم يطرح مروان شربل لرئيس الجمهورية. مروان شربل بوزارة الداخلية، يعني ما كان عم يعني عم بيروح يسير هي ويخبر هذاك خبر. يعني إذا ما نجيب رئيس جمهورية مسيرجي ويكون بس عم يعمل أبو ملحم، فشو هالرئيس جمهورية؟ خلي الفراغ الرئاسي 100 مرة أحسن. فمشان هيك طرح اليوم عنوان إبقاء الشغور الرئاسي ومعركة منع اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية من 8 أذار هو عنوان سيادي بامتياز. يعني التعطيل ممكن إنه يكون حل؟ أكيد بده يكون حل. في حال 67 ما قدروا اجتمعوا مع بعضهم تيسموا رئيس الجمهورية، أكيد الحل إنه النواب الآخرين اللي هن 43 بالقليلة يمنعوا إنه يكون في جلسات، يعطلوا إلى متى؟ يعطلوا حتى انهيار الدولة على الآخر، حتى انهيار إذا إجا رئيس من 8 أذار. يعني عم شو عم نعمل؟ ما بيكون أقله إذا ما إجا رئيس بنكون تركين مجال يجي رئيس يعمل إنقاذ. بس المعادلة السابقة كانت انه وصول رئيس، وحتى لو الرئيس عنون 8 أذار افضل من الفراغ. اليوم بنغير المعادلة بنقول الفراغ افضل. طبعا، لانه شفنا اذا بنرجع ل 2016 بين الفراغ وبين رئيس ميشيل عون اي افضل. يعني 100 مرة فراغ و6 سنين فراغ، ويضل هلا فراغ، ولا كان يجي رئيس عون ويوصلنا للي وصلنا له نحن. يعني اللي وصلنا له نحن منه صدفة ابدا، اللي وصلنا له هو هذا المسار بوصل لهالنتيجة. تنكفي هذا المسار، يعني برأيي ساعة نضب شرطنا ونسافر على دولة تانية ونترك هذا البلد اللي بيصير جزيرة خمينائية. لا، اليوم في معركة نضال ومعركة صمود اللي بدنا نستخدم فيها كل الوسائل. اليوم علينا اسقاط اي تفاهم، اي رئيس تفاهمي، اي رئيس وفاقي اليوم موقف. وان فرنسا ما عم تطلع تجيب لنا رئيس كرمالنا. فرنسا عم تطلع بالشركات اللي بتستثمر بالبور، عم تطلع انه كيف علاقتها مع حزب الله من خلال ايران، او من ايران شو بدها بلبنان الى اخره. نحن بدنا رئيس لبناني. اليوم نحن بذكرى بشير جميل وقت انتخب. شوف أهمية الاسم بس يجي على رئاسة الجمهورية. بشير جميل وقت انتخب رئيس جمهورية بعد ما استلم رئاسة الجمهورية ب20 يوم وقف الفساد، انتظمت المؤسسات، صار في عندك هيبة الدولة، صار المجتمع العربي والدولي عم بيطلع انه في بلد اسمه لبنان في له رئيس. طيب إذا بدنا نجيب نحن هذا رئيس كان. طيب من هيدا السنة وقت اغتيل بشير جميل، ليه اغتيل؟ لأنه بدنش برئيس بلبنان، لأنه المشروع الإيراني كان بلش ب82. مش عبس ولا صدفة انه هذا التزامن باغتيال بشير جميل وبداية حزب الله ب 82، لانه هالمشروعين ما بيلتقوا. فالقضية اليوم لا، علينا انه نخوض مواجهة. يمكن نضطر نرجع على الشارع، نستخدم الشارع، تظاهر، كل الوسائل الديمقراطية المتاحة نستخدمها لنمنع انتخاب رئيس مثل الرئيس ميشيل عون. وإن طلب الأمر فراغ فلنصبر على الفراغ لنأتي برئيس للبلاد، يكون رئيس سيادي، رئيس إصلاحي
يعني بينقذ اللبنانيين من هيدا الانهيارات المستمرة. هون بدي أسألك عن موقف رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط اللي بعده ملتبس حتى الساعة، إذا بده يكف تكويعته صوب حزب الله أو يكون يرجع يعني لموقعه الطبيعي، لأنه هو أيضا من المروجين للحل الوسطي وللرئيس الوسطي. وليد جنبلاط عنده رؤية وتصور معين، انه دائما بيطلع على الرئيس الوسطي وبيعتبر انه الوسطية هي الحلول. طيب ما هيدا الحلول لو كانت ناجحة كناش بقى اليوم نحن هون. وكنا عم نجيب، ما جبنا بعد اتفاق الطائف اجى رئيس سيادي اسمه ريني معوض. طيب اغتيل لانه سيادي ولانه رفض يكون اداة للاحتلال السوري بوقتها. اجا من بعده رئيس تسوية وأداة للاحتلال السوري بوقتها. طيب وشفنا المسار تبعه، اجا وراء إمين لحود كان كمان أداة سورية بامتياز، وكفينا من بعدها. اليوم إذا جينا ما نعمل هذا الشكل من الرئيس التسوي، يعني نحن عم نجي نقول له الاحتلال الإيراني الموجود اليوم إنه شوف شو بدك خصتك، أعطينا بس نحن الهامش اللي نتحرك فيه، إنه نحافظ على وجودنا، نحافظ على شوية مصالح لنا وهامش حريتنا فيه. فما بينجح. وليد جنبلاط عم بيجرب يحاول هالموضوع، وهذا إطار فاشل، وهو بلش يدرك انه فاشل. يعني راح على، انا برايي ما راح على موضوع جديد بقدر ما راح على رابط نزاع بحد الادنى تيخفف توتر، لانه شايف الامور اذا راحت على فراغ رئاسي وراحت على صدام بهذه المرحله حيكون في تطورات امنيه، وبرايه دائما يكون في خيوط ربط نزاع قائمه. فما بفتكر راح على اعاده تموضع سياسي من جديد، راح على هذا النمط من الحوار بحدود الدنيا تحت عنوان معيشي واقتصادي وغيره، مع انه هو والكل مدرك انه هودي مش هالاجتماع ولا هالحوار بحل ازمه الناس وبجيب الكهرباء وبيصلح المي وبيعمل اصلاحات اقتصاديه. استاذ توني، بمعركه الرئاسه ايضا تنقسم الاراء بين من يربطها بالتطورات على الساحه الاقليميه والدوليه، وبين من يقول انه التطورات الداخليه واحده بس بتقرر مين رح يكون الرئيس. شو رايك؟ هل الاتفاق النووي رح يكون عنده راي بمعركه الرئاسه بلبنان؟ انا من اللي بيقولوا انه 80% من معركه الرئاسه هي لبنانيه، والدليل انتخاب ميشيل عون رئيس الجمهوريه. وقتها كل ولا دولة بالعالم كان بدها ميشيل عون رئيس الجمهورية، ولا دولة حتى يعني القريبين من ميشيل، حتى سوريا وقتها كانش بدها ميشيل عون رئيس الجمهورية. طيب اللي صار اجى رئيس عون ميشيل رئيس الجمهورية. ليه؟ لأن صار في تسوية داخلية ورحنا نقنع برا الدول انه والله لا، الرئيس عون هو مغير، رح يكون سيادي، رح يطبق القرارات الدولية، رح يحكم بالقانون بالعدل بالمساواة. وطلع بخطاب القسم كمان قال نفس الشيء، مريح بالايام والاسابيع الاولى المجتمع الداخلي والخارجي انه والله في بداية امل، قبل ما دغري ينزل سريعا خلال شهر شهرين وقبل ما يفتح صهره معركة الرئاسة. يعني انتبه، هذه سابقة ما صارت، انه بعده مستلم رئيس عون كان صهر العهد بلش فتح معركة رئاسة الجمهورية، ما ترك مجال انه والله تمرق. يعني رئاسة الجمهورية تفتح تنقول باخر سنة مثل ما بيصير عادة، كان مستعجل قال لك انه حامل حسابات العمر وحسابات اي شيء بيصير، انه لازم اكون انا جاهز وكان محضر معركتي ومحضر حصل الارث حتى انا اكون موجود، يعني حاضر ناظر اخذ هذا الموقع. وهذا اللي فشل عهد ميشيل عون، دمره بشكل كامل. وهذا اللي فشل حتى جبران باسيل نفسه، انه اذا كان عنده امل تيوصل فشل، لانه صار طموحه بس يوصل لرئاسه الجمهوريه. يعني نصر الله كان واضح بكلامه المرة الماضية حين قال أنه لا أحد يربط الملف النووي بموضوع الترسيم بلبنان، لأنه هن موضوعين مختلفين ما خصن ببعضهم. هل هذا الشيء ينطبق أيضا على مثل ما حضرتك عم تقول على ملف الرئاسة، يعني ما تربطوا موضوع الملف النووي بالملف الرئاسي بلبنان؟ الفريق الوحيد اللي عنده ارتباطات بالخارج وبياخذ قرارات بالداخل على أساس ارتباطاته الخارجية هو حزب الله. يعني ما افتكر لا القوات ولا الكتائب ولا الاشتراكي ولا حدا بياخد قراره انطلاقا من ارتباطات خارجية، بياخدوا انطلاقا من واقع داخلي ومصلحة داخلية لبنانية كلنا بنعرفها صرنا. بينما حزب الله بيربط هذا الأمور بمصالحه الخارجية. طيب وقت اللي بيعطل عطل الانتخاب وقتها انتخاب رئيس جمهورية بمعطله لأنه كانت متناسبه هالموضوع. وقت اللي استشعر انه بده يجي دونالد ترامب بامريكا رئيس للجمهوريه واستشعر انه حيكون رئيس متشدد بوجهه، بادر فورا انه تعالوا انتخبوا ميشيل عون ويلا بادر لتسويه معينه. بالتالي من يربط الخارج بالداخل هو حسن نصر الله.
من يربط قضية ترسيم الحدود بملفات الداخلية هو حسن نصر الله. فوين حكي كلام اليوم؟ يا ريت لو حسن نصر الله بيحكي اشياء كثير من الحق يراد منه باطل. بيحكي عن الحوار احيانا، ولكن يريد التقية، ما يريد الحوار، ويريد انه يمتص انتصار الاخرين ويجهد هذا الاندفاع اللي الفريق الثاني مبلش فيه، وخاصة بعد الانتخابات اللي صارت. بيحكي عن دفاع عن لبنان، ولكنه بيقصد دفاع عن ايران. بيحكي عن دفاع عن او الحفاظ على المياه الاقليميه او النفط والغاز بالبحر، ولكنه عم بيجرب يستغلها يربطها بوجوده بسلاحه ومبررات سلاحه بالداخل. فمش كل شيء بيقوله حسن نصر الله هو بيعكس فعلا ما يريد. بيحكي عن تعايش ولكنه عم بيقتل اللبنانيين. بيحكي عن سيادة لبنان بيحتل العاصمة بيروت. بيحكي عن دولة هو سايب لحدود بين لبنان وسوريا. يعني التنفيذ شيء والكلام الاستهلاكي الإعلامي واللفظي مختلف تماما. بملف الترسيم روجت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجواء حلحلة بالترسيم، وقالت أنه إسرائيل اقتربت كتير من اتفاق مع لبنان بعد قبولها بحقل قانا كاملا للبنان مقابل حقل كريش كاملا. هل برأيك هذا ما سيحصل، وأن أو حتى هذا الموضوع مرتبط بالاتفاق النووي لو قد ما قال حسن نصر الله العكس؟ طبعا هذا مرتبط جدا بالاتفاق النووي، لأنه سلاح حزب الله هو سلاح إيراني. حزب الله بحد ذاته هو جزء من الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي اليوم عم بيجي يقول هو يعني الرئيس عم مستعجل تعمل اتفاق، بده يعمل إنجاز معين قبل نهاية عهده، يعني يسجل شيء إنه صار شيء يعني بعهد إنه عهد رئيس ميشيل عون مش بس مجاعة وفقر وانهيار والناس ماتت والناس هجرت، إنه صار في ترسيم حدود، إنه بتقطع هيدي بآخر السطر. فالفكرة إنه مستعجل رئيس عون تعمل هالاتفاق، ولكن مين عم يمنعه؟ حزب الله. ساعة بيهدد وساعة بده يعمل وساعة بيعطيهم مهلة بدي أقصف وبدي أقصف وما شو. ليه؟ هذا مرتبط بالمفاوضات اللي عم بيعملوها الإيرانيين مع الأمريكيين والغرب، إنه نحن مستعدين إذا عنا سلسلة مطالب وعنا ورقة نستخدمها بجنوب لبنان حدود إسرائيل وحدود النفط والغاز يلي بتستخرجوه يلي أنتم مستعجلين عليه كمان على أوروبا. وبالتالي من يربط ملف ترسيم الحدود بالملفات الإقليمية وخاصة المفاوضات الإيرانية هو حزب الله. فهيدي هي النقطة الأساسية. إسرائيل برأيي ماشي باستخراج النفط والغاز والتصدير بوقت قريب، وهي اليوم تنكون موقعيين فيش توازن قوى ورعب مثل ما بيحكي حزب الله. اليوم إسرائيل مجهزة غواصات بالبحر، مجهزة طيرانة، مجهزة كل وسائل دفاعية لحتى تستخرج بأمان وسلام، والمنشآت النفطية ما يمسها أي شيء ولو أوس كل صواريخه حزب الله لهونيك. فما رح تتأثر بهذا الشيء. هيدي المعركة اللي عم بيعملها اليوم حزب الله هي معركة إعلامية بس، يعني التهويل مش رح يودي لنتائج مثل ما عم بيحكوا انه معقول نوصل لسيناريو حرب وكل هذه الامور. ابدا تهويل، لانه لشرعنة سلاحه بالداخل على المستوى الرأي العام الداخلي وخاصة الشيعي اللي عم ليش بدنا سلاح عم ندفع ثمنه هالقد. وتاني شيء لانه هو ورقة إيرانية بالمفاوضات المفاوضات النووية. هيدي هي المعادلة، واكثر من هيك اسرائيل اليوم ما بدها تعمل حرب، منا بوارد حرب، لسبب هي اليوم رايحة على انتخابات تشريعية برلمانية. هالانتخابات ما فيها حكومة عم تعمل انتخابات تكون عم تعمل حرب نفس الوقت، وما فيها دولة عم تعتبر نفسها عم بتطبع بالمنطقة بعلاقاتها مع الدول تعمل حرب، وما فيها كمان تيجي تقول أنا بدي صدر نفط وغاز بالوقت ذاته عم بيكون في جبهات حرب. يعني مش لمصلحتها اليوم التصعيد، يعني معقول نوصل لحل بملف الترسيم. هيدي من ميلة، بس من ميلة تانية كمان بلبنان مش من مصلحتها لبنان يبلش يستخرج نفط وغاز، لأنه النفط والغاز اللي بيستخرج من لبنان هو منافس للنفط والغاز الإسرائيلي. فمين بيمنع هالشي؟ هذه الطبقة السياسية اللي موجودة الفاشلة هي وجودها تمام يعني راحة دائمة لإسرائيل. أيضا حزب الله يلي نتنياهو وقت اللي كان عم بيقلنا بدنا 100 سنة لورا، اجا وكيل عن الموضوع حسن نصر الله ردنا 100 سنة لورا، ويعني مرتاحين انه لبنان ما رح ينافس اسرائيل طالما حزب الله موجود فيه وطالما هالطبقة السياسية موجودة، لا على مستوى النفط ولا على مستوى الغاز ولا على مستوى السياحة ولا الاقتصاد ولا النظام المصرفي ولا شيء.
هيدي إسرائيل ماشي بالتطبيع علاقات الأكثر حدود مع كل الدول العربية وفاتحة تجارة وبزنس وخطوط قطار وطيران والبدك إياه، ونحن قاعدين هون عم نتقاتل على بسموا دولار جمركي وبندعم القمحات ولا لا. يعني نحن عقد حالنا بكم شغلة صغيرة وإسرائيل صارت مطرح تاني كليا. أستاذ توني، شو رأيك بالموضوع الذي أثير بين أمس واليوم وتهديد السفارة السعودية في لبنان بعمل إرهابي؟ هل هيدا الشيء عمل سولو يعني أو مخطط له لإثارة الذعر أو لتوصيل مسج معين؟ هيدي رسالة إيرانية مباشرة. لا أحلك ليه. اليوم السعودية فرضت نفسها على مستوى المنطقة. بالسابق كانت أمريكا بتحكي مع الدول بدها إياها بتعمل اتفاق بدها إياه. اليوم إيران تعتبر نفسها وصلت على مقربة من اتفاق نووي مع الولايات المتحدة الأمريكية. عم تيجي السعودية كونها فرضت وجودها، واليوم في علاقات ممتاز جدا مع أمريكا، ومصلحة أمريكية مع السعودية، أيضا مصلحة روسية مع السعودية، ومصلحة صينية مع السعودية، وبالتالي ثبتت نفسها. وحتى شفنا الولي العهد ما رد على اتصالات جو بايدن وقت اللي كان يعني شعر انه ما في لزوم يرد عليه، ما رد عليه. واضطر يجي جو بايدن شخصيا يرتب العلاقة مع السعودية. صحيح. شافت إيران انه اي اتفاق نووي بالمنطقة بده يمرق ما رح يمرق الا عبر الرياض، لذلك مستعدة تعمل اي شيء. إيران قاعدتها العسكرية أو صندوق البريد تبعها هو في لبنان، وبالتالي تهديد استهداف السفارة السعودية أو السفير السعودي أو المصالح السعودية في لبنان هي تهديد إيراني مباشر عبر الأراضي اللبنانية، لحتى يقولوا للسعودية إنه نحن إذا بدكم توقفوا عائق قدام الاتفاق النووي الإيراني نحن مستعدين نستخدم أوراقنا بالمنطقة ولا سيما بلبنان ونضرب لكم مصالحكم. فمن هذا البعد هون الدولة اللبنانية إذا بتكون سيدة عليه يكون موقف مش بس تستنكر ويطلع مواقف يعني محدودة، وهذا شيء طبيعي يعني هو شكلية ولفظية، إنما تكون تروح على مصدر وتعتقل وتوقف مصدر الصوت يلي هو معروف بالاسم ومعروف من هو ومعروف لمين. شفنا ببيان لوزير الداخلية واضح يعني واضح الباك جراوند من هو، وما حدا بيعمل هيك رسالة علنية إلا إذا كان في هدف، في قوة كبيرة وراء. حزب الله هو القوة اللي بتهدد وبتهدد الجميع وبتنفذ أعمال إرهابية بلبنان وخارج لبنان يعني كمان حزب الله له يدية بهذا هو اللي مش له يدية. حزب الله هو رأى تهديد السفارة السعودية. حسن نصر الله هو كل يوم والتاني بيطلع بهدد المملكة العربية السعودية. حسن نصر الله بيطلع بيهدد المصالح العربية بلبنان وغير لبنان. فمشان هيك هالتهديد هو تهديد إيراني للسعودية انه ما توقفوا بوجه الاتفاق النووي الإيراني، لانه مدركين انه لن يمر الا بموافقة الرياض، والرياض عندها كثير ملاحظات وتعديلات ما بتناسب إيران. استوقفتني تغريدة لك عبر تويتر عن الباصات اللي استلمها لبنان كهبة فرنسية للبنانيين لوزارة الأشغال والنقل واختفاء تلك الباصات، وتسألت حضرتك هل انتقلت تلك الباصات إلى الحدود السورية لتنشيط التهريب أو تم تفكيكها وبيع قطع غيار؟ هل هذه معلومات تستند إلى تحليل أم معطيات؟ أولا وين اختفت؟ يعني اليوم نحكي عن 50 باص 50 باص بلبنان بيحلوا مشكلة النقل المشترك يلي بحاجة لها المواطن يلي عم بيتكبد مصاريف انتقال لشغله ولحياته اليومية والتاكسيات وغلاء البنزين. هيدي بأمس حاجة لها المواطن اليوم. 50 باص بتصور بحلوا 80% مشكلة النقل العام بلبنان وحتى ازدحام السير. وصلوا من 5-6 أشهر. طيب هالباصات اختفوا، بطل نسمع عنهم شيء. وين صاروا وين راحوا؟ كل واحد بخبر خبرية عنهم. ومين استلمهم؟ وزير حزب الله هو اللي اجى على البور واستلمهم. وبنعرف استلمهم يعني كان في حرص فرنسي انه يستلمهم الوزير حمية مباشرة ضمن هالتناغم القائم صح. بين الفرنسيين وحزب الله. ومشان هيك بتشوف الوزير حمية اكثر متحمسين انه الشركات الفرنسية يلا بلشوا يستثمروا ويركض وراهم، اذا هن تاخروا هو بيركض وراهم تيعمل اتفاقيات على مرفق بيروت المدمر حتى يفوتوا بالمحاصصة، علما انه كان في استثمارات جاية من ألمانيا ومن غير دول جايين يستثمروا مرفق بيروت. المافيا السياسية بلبنان منعتها لأنه بعض الشركات الفرنسية تعودوا صار يعرفوا على بعضهم كيف نعمل المحاصصة والزبائنية وكيف يعني فاتوا بالجو اللبناني العمليات الفساد وحبوا شكل الجو. طبعا الاثنين مستفيدين وصار لهم زمن يعني بيشتغلوا سوا. فيجي حدا جديد هلا وما يعرف يفوت معنا بهالطبخه ما راح يخلوه يفوت على هيدا المزراب الذهب بالتمويل للمرحله المقبله.
فمشان هيك هيدي العلاقه. وهون وزير حميه يعني فاضي يخبرنا، ساعه بيقولوا انه والله فيش شفاريه مشان هيك اختفوا البسيط، ساعه بيقولوا انه والله عم بنسجلهم بالنافعه والنافعه مسكره. يعني في عندي كتير من حجج يلي هي منا منطقيه، وفي امكانيه انه كانت تنحل تزال يعني بشكل سريع. وهودي قضايا بحاجه لهم اللبنانيين. اليوم اللبناني ما تطلع وضعه. انا معلش بدي اعطي مثل على النائب فؤاد مخزومي. نائب فؤاد مخزومي ببيروت، شايف بيئته، البيئه اللي هو موجود فيها بيئه مثل كل بيئه اللبنانيه، يعني عندها ازمات بالكهرباء وبالمي وبكل شيء. تحرك فورا، راح اشتغل تيجيب كهرباء، علما انه فيش حكومه، يمتكل انه حكومه واقفه على منطق الحكومه وبنقدم مشروع قانون بالمجلس او للحكومه. راح بقدر تيشتغل حتى يجيب الكهرباء بالحد اللي فيه يجيبه. صار في ازمه مياه نفس الشيء، مؤسساته الاجتماعيه حتى بخدمه اهالي بيروت حتى يكون يخفف عنهم ازم الاستشفائيه والطبيه والمشاكل اللي عم بيعانوها الى اخره. فاليوم مطلوب رجال مش بس نحكي سياسي، يبادروا باتجاه يعني معالجه الامور الناس. طيب كيف بالاحرى اليوم في عنا دول عم تيجي تمنح لبنان مساعدات، عم نحكي هونيك عن مسار انه اشخاص من ذاتهم عم بيعملوا مساعدات، بينما في مساعدات عم تجي لحتى تنصرف للشعب اللبناني عم تنسرق، سواء عبر NGO عاملين السياسيين نفسهم، هن عاملين الNGO وهن بفوتوا بياخدوا الديلات لانه المساعدات ما عم تجي عبر الحكومه، عم بياخدوها عبر الNGO، يعني كانه حكومه نفس الشيء يعني وبيروحوا بيسرقوها. طيب مين عم بيراقب هول الNGO؟ مين تابعهم؟ ما حسب الله لحاله عنده 17 NGO اخذ 100 مع انه هو اكثر من ينتقد الNGOs في لبنان. هو بينتقد بده اياه، بس NGO تبعه هذا مثل جماعه حقوق النساء، مع حقوق كل النسوان الا مع مرته، مع حق مرته. فهي نفس الشيء، يعني كل شيء بيمس فيه هو غير شيء بيصير، بس انه على الاخرين ما عليه. أخيراً أستاذ توني، بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يعني عم نشوف الارتفاع في سعر صرف الدولار، ويعني قريباً مصرف لبنان ما بقى رح فيكون يتدخل مثل قبل للجم هذا الارتفاع. يعني نحن لوين واصلين بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي الوضع الأمني؟ يعني أولاً إنه 3 سنين من انهيار ما اجتمعت الحكومة حطت خطة، ولا في مجلس نيابة عمل كابيتال كنترول. في بداهيات صارت بكل دول العالم معروفة شو هي. اليوم بيجوا بخبرونا دولار جمركي ودولار للدعم القمح ودولار للبنزين. هي ما في منها، هيدي بالعالم كله ما في منها. في شيء اسمه سعر صرف. أول شغلة يعني بالبديهيات اللي عم تجرب تعمل سعر صرف. طيب أنت اليوم عم تيجي تعمل ميزانية على سعر صرف 20,000 ليرة، الدولار صار 35,000. طب ما أنت كيف بتعمل ميزانية اللي بس إنه عملت ميزانية؟ اليوم ما في مقاربات اقتصادية جدية من قبل الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية. هذا الشيء بده يخلي المسار مستمر. في عنا حاكم مصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان هو محاسب عند المنظومة، وهو يتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي، ولكن مش منفردا. هو بيتحمل بالشراكة معهم، كون هو مدير إذا بدك، هو المحاسب تبع هذه الشركة. طيب هيدي الشركة عم تيجي اليوم تيجي بتقول الحق حاكم مصرف لبنان حاكموه ونحن أبرياء. طيب هيدا مش عدالة. فالقضية اليوم مطلوب انه يكون في عنا حتى نقدر نوصل لحلول، نرجع نستعيد الدولة، يصير في عنا قضاء. القضاء شغلة أساسية. يعني ما في عنا لا خطة اقتصادية ولا خطة انمائية ولا اي شيء بتعمليه بالبلد الا ما يصير في عندك قضاء عادل وقادر يكون عنده يحكم، قاضي يكون قادر يصدر احكام وتنفذ الاحكام، مش مثل الملف البطار يلي بيصدر احكام وذكريات توقيف وبتمشى على الحاجز العسكري وبيطلع مؤتمر صحفي وبيزور رئيس الحكومة وبيعمل مفاوضات وتسويات. فالفكرة انه اليوم القضاء اذا ما وقف على الجري وكان له اداة او كان فاعل ما رح نوصل لحل. وبدي استطرد منك كمان لحظة بموضوع المرفأ. بموضوع المرفأ في شيء خطير كتير عم بيصير، يلي هي كانت القضية سريع قضية المرفأ. هي قضية الوطنية اللبنانية بتاعنا بالجميع. العدالة بالمرفأ هي عدالة للبنان، وهذا الصندوق الأسود تبع النترات إذا انكشف بيكشف وراء أسرار كبيرة إلى علاقة بالفساد وبكل لبنان. اليوم عم بيصير في طمس لإله، وللأسف صار في دخول على الأهالي. جزء من الأهالي صار كل مجموعة تابعة لجهاز أمني معين أو لحزب سياسي معين أو كذا. قل حجم الأهالي اللي هن بعضهم صادقين وعم بيطالبوا بهالقضية من منطلق بس كشف مين قتلهم أبنائهم وأخواتهم وأهلهم. صارت القضية بكتير مطارح عملية صار فيها فساد، صار فيها ملفات، صار في مين بيجي بيعطي فلان ملف
حتى يوجه التحقيق لهون، حتى يبرئ فليتين، حتى نشيل انه والله النترات مش للحزب اجى خلينا نروح نعطي اهمال ساعه ما نصوبها على الجيش حتى نضرب قائد الجيش لانه والله في احتمال او منافس لرئاسه الجمهوريه. عم بيتسيس هذا الملف، وبالتالي نحن عم نقترب من نقول انه هذا الملف انتهى، لا يمكن الوصول لحقيقه من خلاله اذا استمر بهذا الشكل. فاليوم القاضي البيطار يلي وصل لخلاصات معينه، وان كان واجبه الاخلاقي لازم يخلي يوصل للحظه من اللحظات اذا بده يضل معرقل يمسك الخلاصات اللي توصل لها يعرضها قدام الرأي العام ويقول للرأي العام. بالرغم انه هذا موضوع غير قانوني، البلد كله مش قانوني، ولكن الرأي العام حله لازم يعرف جزء من الحقيقة بهذا الملف اللي وصل لمطارح كتير خطرة. الأمونيوم لمين ومين مصدره؟ انه هودي لحزب الله وكانوا يروحوا على النظام السوري وحزب الله يستخدمه لترسانته العسكرية. نحن خلص وقتنا. أنا بدي أشكرك الصحافي توني بولس على وقتك. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من مانشات المساء. طبعا نلتقي في حلقات جديدة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.